السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعادة، ويجعل صباحكم صباح كله بركة وحب ورضا وخير من عند ربنا طبعا. بلون الشمس الجميلة قوي، وصباحكم كله سعادة وحب، وصباحكم فل. صباح كل حاجة حلوة. زي ما انتوا شايفين بنبتدي يومنا. بصراحة أنا أول ما بقوم من النوم باركولي. أنا حاليا بنام بدري وبصحى بدري، بقيت مبسوطة جدا. في نشاط، في حيوية، في كده اليوم بيطول وفي بركة وخير إن شاء الله. فتحنا الشبابيك وهننشر الغسيل، قبليها نلم الغسيل اللي احنا ناشرينه، وكوبايتين شاي حلوين كده أنا وابني علشان نقعد نذاكر مع بعضنا، ونخش على البلكونة. طبعا هنلم الغسيل اللي منشور وننشر الغسيل التاني، ونقول كده بسم الله بيومنا الجميل، ونشوف هنعمل ايه. شيء زي ما انتوا شايفين بنلم الغسيل. عايزة اقول لكم ان الغسيل ده شخص بقى، شيء، كائن، ايا ما كان، هو حد في تكاثر كده، في حاجة ما بتخلصش، معرفش بيروح فين وبيجي منين. المهم ان هو متواجد معانا على طول. بيجي ازاي بيخلص ازاي ما تعرفش. ثبت الغسيل ده دايما حاجة كده لا نهائية، مش عايز يخلص. سبحان الله يعني. المهم ربنا يقوينا. طبعا انا لميت الغسيل ونشرت غيره، ولميت بقى العيش البايت عندي. هو مش بايت، انا بجيب العيش صابح وبنحطه في الفريزر. فاض لقمة، فاض نص رغيف، فاض رغيف فينو، فاض الكلام ده كله بنحطه في الفريزر تاني. ليه؟ علشان دايما ابقى محافظة عليه ما يبوظش يعني. لميته كله وحمصته في الفرن، وابتديت اعمل الغدا الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ده ايه؟ ده عبارة عن كفتة فراخ. انا اول مرة اعملها. كفتة البانيه دي حلوة جدا جدا جدا، موفرة جدا، وبترمي معايا حلوة قوي. ما شاء الله معايا نص كيلو من البانيه، ومعايا طبعا التوابل بتاعتي. وكمان معايا معلقتين كبار من البقسماط، ومعايا معلقتين من الدقيق، وملح وفلفل وكمون وكزبرة وكاري. اهم حاجة الكاري لانه بيديها طعم حلو قوي. وهحط معايا نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ومعايا كمان بصلتين كده وسط، هما دول 3 بصلات صغيرين شوية، بس بمقام بصلتين وسط. ومعايا بيضتين. البانيه متقطع مكعبات، طبعا هنفرمه في الكبة. هو بالنسبة للبانيه فرمه في الكبة اللي في البيت بيبقى سهلة، حتى لو الكبة الواط بتاعها مش عالي. فرم البانيه بيبقى سهل شوية ومش متعب زي اللحمة. زي ما انتوا شايفين انا فرمت المكونات كلها وصفيت البصل، قصدي فرمت البصل وفرمت البانيه وصفيت البصل وخليت المية بتاعته على جنب، وحطيت المكونات كلها على بعض. بس ايه، ما صورتهاش وانا بعملها يعني. زي ما انتوا شايفين. وبرده ما تنسيش نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا بتظبطي ملحك وبتظبطي التوابل بتاعتك. وزي ما انتوا زي ما قلت لكم انا سبت مية البصل هنستخدمها بعد كده. هتدعكيها بقى كويس وتخلي المكونات كلها تتخلخل مع بعض كويس، تعجنيها كويس قوي. وطبعا علشان البانيه او صدور الفراخ ما فيهاش دهون، فهنديها كده معلقة حلوة من السمنة او الزبدة، علشان هي تستوي فيها يعني. بتدي الدهون في الكفتة بالذات بتخلي طعم الكفتة حلو قوي. بمسح الصينية بتاعتي بفرشة كده من السمنة، ومية البصل اللي انا قلتلكوا عليها حطيت عليها معلقة من الصلصة، ومعلقة كبيرة من الزيت. وبحط التوابل اللي انتوا شايفينها، ملح وفلفل.
واقلبهم كويس جدا مع بعض، وابتدي الف بيهم الكفتة. بحب طبعا ابل ايدي من السائل ده، بيخلي الكفتة من بره بتلمع وشكلها حلو، وت... وتبقى ملمومة كده ومتجمعة كويس، مش هتفرك منك. واهم حاجة بصراحة في كفتة البانيه اللي اكتشفته انها ما بتفكش، يعني ما شاء الله بتبقى حلوة قوي، ومش معرضة للفك زي كفتة اللحمة. لو ما خدمتهاش من بره بالزيت والتوابل بمية البصل دي بتفك منك. لكن بصراحة كفتة الفراخ انا جربتها كفتة برز، وجربتها الكفتة السادة ديت، لا ما شاء الله حلوة جدا، وما فكتش خالص مني. وطلع كده صباع الكفتة كده زي ما هو، ما تغيرش شكله، ما كشش. لان البانيه مش بيكش زي الفراخ، لان زي ما قلت لكم هو مش فيه نسبة دهون عالية. زي ما انتوا شايفين انا بصبعها طبعا. انتي هتصبعيها زي ما يعجبك، على عصيان شيش طاووق، او زي ما انا بعملها كده. انا بعملها على مقوار رفيع كده. بحب اعملها عليه، الفراغ اللي بيبقى جواها طبعا بيخليها تستوي كويس قوي. هكمل الكمية بتاعتي، وبعدين هنبتدي نعمل عليها كده بالفرشة، اللي هي نحط مية البصل والطماطم والخليط اللي احنا عملناه، هنمسح عليه كده من بره بالفرشة، علشان تستوي في السوائل ديت وتبقى حلوة قوي، وتاخد لون تحفة في الفرن. انا في اليوم ده كمان كنت عاملة معاها مكرونة بشاميل، بس انا كنت صورتها معاكم قبل كده، فما حبيتش يعني ان انا اصورها تاني. كده نديتها الفرشة بتاعتها كده من بره، مسحتها كويس قوي بالصلصة ديت، ودخلتها الفرن وطلعت زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله اللهم بارك، كمية حلوة. ما كشتش خالص، الصوابع زي ما هي كده ما شاء الله حلوة قوي، وهشة جدا وطرية قوي، ومش ناشفة. هي بصراحة سخنة جدا، انا مكنتش عارفة امسكها، بس ما شاء الله طلعت طرية وحلوة، والحمد لله عجبتهم. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ويا رب لو موجودة معايا لحد دلوقتي تشرفيني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد ويوم جديد، يوم سعيد. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وبركة. سلام عليكم.